بسم الله والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. مرحبا بكم البنات في قناتكم قناة مسلم للطبخ. إن شاء الله تكونوا بألف خير وبصحة جيدة يا رب. اليوم راح نخدموا مع بعضنا كسرة الرخصيص بمقادير مضبوطة خاصة للمبتدئات. ما نطولش عليكم البنات، مباشرة ندخلوا للوصفة. نحتاج 8 كيسان سميد رطب، السعة تاع الكاس 220 مليلتر. درت 8 كيسان والكاس الثامن درتو نصو رطب ونصو متوسط. السميد المتوسط الدور تاعو في هاد الكسره يخلي الطبقه الفوقانيه تجي مقرمشه، واللي ما عندهاش دير السميد اللي مرفه تستعملوه في الكسره تاعها وتجيها الكسره مليحه. نغربل كميه السميد من الشوائب اللي تكون فيها. هاد الكميه السميد راح تعطيني 4 خبزات كبار. قسمت كمية السميد باه تلاحظوا امامكم، ومن بعد كل خبزة نضيف لها مغرف صغيرة ملح، ونخلط السميد وباه تدخل فيه كمية الملح وتتوزع. ومن بعد نضيف مغرف صغيرة خميرة الحلويات، الدور تاعها تخلي الكسرة تاعنا تجي خفيفة وما تجيش ثقيلة على المعدة. ومن بعد نضيفو 20 مغرف كبيرة زيت، كل خبزة نضيف لها 5 مغارف كبار، ونوزع مليح كمية الزيت على السميد، يعني نبسو. ومن بعد نضيفو مغرف متوسطة سينوج، اللي ما تحبش السينوج ما تضيفوش. وفي الجانب نحط 2 مغارف ممسوحين خميرة الكسرة، واكد يكونوا ممسوحين. ومن بعد نضيفو فوقهم شويه ماء دافي ونحرك باليد حتى نشوفوا الخميره دابت، ونكملوا نضيفوا الماء الدافي. وما تضيفوش البنات الماء فرد مره باه ما تكلحكمش وما تجيش العجينه تاعكم طريه، لان كسرة الرخصيص تكون العجينه تاعها تجي متماسكه. واللي راح تعجنها في البيترا ديرها شويه شويه طريه، ماشي حاجه كبيره، شويه برك باه ما يتكسر لهاش البيترا نتاعها. واللي راح تعجنها باليد ديرها متماسكه. نلموا جميع المكونات مليح، ومن بعد نحط العجينه اللي تحصلت عليها في كيس بلاستيكي يرتاح لمده 10 دقائق. بعد ما ارتاحت العجينه مده 10 دقائق انا راح نعجنها بالبيتران، لاني ما نقدرش نعجن للاسف بيدي. وانتوما اللي حابه تعجن بالبيتران تعجنها، اللي قادره تعجن باليد تعجنها مده 5 دقائق، وبالبيتران 2 دقائق برك، لان عجينه كسرة الرخصيص ما تحتاجش العجن مده طويله. لاحظوا السطح تاعها املس، نشكلوها. وفي الوقت هذا نكون سخنت الطاجين تاعي، وراح نرجع العجينه اللي كنت شكلتها نحطها في الكيس بلاستيكي باه ما تنشفليش. ومباشره نروحوا نحلوا الكسره تاعنا. نبداو بالقرصه الاولى اللي شكلناها، نحلوها بالحلال. لاحظوا السطح تاعها املس وما فيهاش تشققات لا في السطح لا في الحواف تاعها. نحلوها حتى نتحصلوا على السمك اللي حابين، ونطيبوها من تحت ونقلبها ونزيد نطيبها من الجهه الفوقانيه. راني نوزع في الحراره على الكسره باه طيب لي كيف كيف من جميع النواحي. وبهذه الطريقه نكونوا حضرنا كسرة رخصيص بمقادير مضبوطه جدا. انا نتكلم مع المبتدئات، على بالي نساء الجزائريات الكل يعرفوا كسرة الرخصيص وكيفاه طيب المكونات تاعها، لكن عندنا بناتنا صغار يحبوا يتعلموا هذه الوصفة يجربوها وان شاء الله تنال اعجابهم وينجحوا فيها. وما تنسونيش البنات باللايك والدعم وتفعيل الجرس والبارطاج
للفيديو ليوصل أكبر عدد من المشاهدات، وهذا فضلا وليس أمرا. وهذه هي كسرة الرخصيص، تحصلنا عليها ناجحة بمقادير مضبوطة جدا. وإلى الملتقى في وصفة أخرى بحول الله تعالى.